الأهلي يجمد حسابات البنك الأهلي ويفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ويرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول في الصدارة، وخلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وفاضل نقطة واحدة على التتويج بالدوري. طبعا أنا عارف النقطة دي ممكن تجيب شلل للكومبارس والكفيل اللي هم مش لاحقين الأهلي، ولغاية دلوقتي هيفضلوا يجروا ورانا، وفي الاخر يتفرجوا علينا الماتش الجاي ان شاء الله نكسب فاركو، كمان مش هنتعادل ان شاء الله نكسب، ويبقى دوري عن جدارة واستحقاق، ونسميه الدوري الحراق. وبجد احنا هنا لازم نشيد بكل ناس تستحق الاشاده. اولا كل لعيبه الاهلي ككل، اللي هو من ساعه اما كولر مشي وكان مخلص علينا في خساره افريقيا او الخروج بالتعادل امام صن داونز في ملعبنا بهدف في اخر الدقائق وحرق دمنا، وخلاص كنا زهقنا من كولر وسيرته، وزعلنا ان احنا نخرج من افريقيا، ان احنا ما نستحقش احنا نخرج من اي بطوله بننافس عليها، نخرج بالكاس او نخرج خسرانين لو ما عملناش اللي علينا، او مدرب كان هو السبب فيها الخساره دي. طبعا كولر راح لحاله، واكيد كولر اتفرج على الفريق وهو لغايه النهارده بيتابع الاهلي، واحنا هنقول لك يا كولر الدوري الحراق ده هنسميه دوري عماد النحاس. بجد يستحق الاشاده عماد